بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي نجم الزمالك في كل مكان، عندنا أخبار وكواليس مهمة جدا جدا من داخل نادي الزمالك اللي تهمنا وتهم حضراتكم. ولكن في البداية اللي مش مشترك في القناة فأكيد هيسعدنا انضمامك واشتراكك لينا، وعايز نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات والشير في كل مكان. حلقة مهمة جدا جدا هنتابع فيها آخر التطورات اللي بتحدث داخل نادينا الملكي نادي الزمالك. ويلا بينا على التفاصيل اللي معانا في الفيديو ده، وهبدأ معاك من قائمة منتخب مصر أو المنضمين لمنتخب مصر من نادي الزمالك. منتخب مصر الأول بقيادة الكابتن حسام حسن أعلن قائمته بالأمس، وهتضم 3 لعيبة من نادي الزمالك: محمد صبحي في حراسة المرمى، حسام عبد المجيد في خط الدفاع، والمتوقع إنه اللاعب هيكون أساسي في المباريات. كمان أحمد فتوح هيكون مع القائمة. أحمد فتوح ده رايح كبديل ليه يا باشا؟ لأن حسام حسن مدير فني منتخب مصر كان مقرر إنه هياخد حسام عبد المجيد ومحمد صبحي ومحمد شحاتة، ولكن الراجل بعد ما لقى ان محمد شحاته هيغيب لمده 3 اسابيع بسبب الاصابه، فقرر اختيار احمد فتوح بدلا منه. كمان منتخب مصر الثاني او منتخب مصر المحليين اللي هيشارك في بطوله كاس العرب باذن الله تحت قياده الكابتن حلمي طولان الكابتن التاريخي طبعا، هيضم من نادي الزمالك برضو 3 لاعبين هم محمود حمدي الونش وعمر جابر وناصر منسي. عندي استغراب كبير في عدم ضم محمد عواد، ولكن بعد ما اتاكدت ان محمد عواد الراجل بالامس كان مصاب او الراجل مصاب حاليا، فكل التوفيق للناس اللي هتروح من نادي الزمالك لمنتخب مصر الاول ومنتخب مصر المحليين. وان شاء الله ان شاء الله مباراه اثيوبيا لمنتخب مصر الاول تكون الفوز والضمان بطاقه التاهل لدوري او عفوا لكاس العالم للمنتخبات. كمان يعني بنتمنى كل التوفيق لمنتخب المحليين والتاهل من دوري المجموعات. خلينا اتكلم معاك برضو بالنسبه لازمه ارض اكتوبر. ممدوح عباس والباشمهندس ممدوح عباس عبر منصه اكس امبارح مبلغا جمهور الزملكاوي باخر التطورات في ازمه ارض اكتوبر. الراجل بلغ الناس يعني حاجه مهمه جدا جدا، ومبروك عوده ارض اكتوبر. ارض اكتوبر كتب الراجل وقال لك ان ارض اكتوبر سوف تعود لنادي الزمالك خلال ايام معدوده. ليه؟ لان نادي الزمالك تواصل مع وزير الاسكان وحلوا الازمه وديا. كمان نادي الزمالك كان طالب قطعة أرض جديدة في التجمع الخامس، يعني مساحتها 86,400 متر مربع. كمان يعني أزمة أرض أكتوبر، خلينا أقول لك تفاصيل حل الأزمة. نادي الزمالك أبلغ المسؤولين في وزارة الإسكان إنه يعني إحنا كمجلس جديد لنادي الزمالك أو كمجلس منتخب جديد لنادي الزمالك منذ عام 2024 بذلنا قصارى جهدنا في حل أزمة الأرض، فنرجوكم إن أنتوا تمدوا لنا المهلة، تمدوا لنا الفترة لحد 2028 عشان ده مؤسسة رياضية كبرى في مصر اللي هو نادي الزمالك، وما ينفعش اللي بيحصل معاه ده. فالمسؤولين في وزارة الإسكان وزارة الإسكان طبعا يعني تقدر تقول ايه تعاطفوا مع نادي الزمالك لأنه مؤسسة مصرية كبيرة، وخلاص الأزمة حلت لصالح نادي الزمالك، وخلاص الأرض تعود خلال أيام معدودة. كمان خلينا نتكلم معاك بالنسبة لقرار عاجل من نادي الزمالك وحسم مصير يانيك فيريرا، والبديل هنتناوله في الحلقة دي. خليني اقول لك ان نادي الزمالك اخطا في تعيين يانيك فيريرا ومن اول مباراه، واقسم بالله من المباريات الوديه كنت في القناه التانية الكبيره بتاعتي اللي اتحذفت. كنت بقول لك في بعد المباراه الوديه كنت بعمل كده ملخص واشرح لك اداء نادي الزمالك. كل الناس اللي كانت بتجيب لنا اخبار، الناس اللي كانت بتحضر المباريات في نادي الزمالك الوديه سواء امام وادي دجله او اكتر من نادي وبروكسي والناس دي، كنت بقول لك ان اداء الزمالك مع الراجل ده ما يطمنش. اسم المدرب اصلا يدخلك النار، خلي بالك هو ما اسمهوش يانيك، اسمه يانيك. ويانيك دي كلمة إنجليزية معناها رقبة بالمناسبة. يعني الزمالك هيعقد جلسة اليوم رقم 1 ليه هيتناول فيها حاجتين: اما ان الراجل بحث امكانيه التخلي عن الراجل في ظل دخولنا في فتره التوقف الدولي، وده هيساعد المدرب الجديد في التاقلم مع الفريق. رقم 2 هو استمرار الراجل، وده امر مستبعد بنسبه مليار المية. فالراجل هيرحل عن نادي الزمالك وكلها ساعات للاعلان. طب البديل هيكون الكابتن طارق مصطفى. كابتن طارق مصطفى هو رقم 1 حاليا. وخليني اقول لك ان في بعد تخلي البنك الاهلي عن خدمات الكابتن طارق مصطفى وتعيين الكابتن ايمن الرمادي بدلا منه، نادي الزمالك تواصل بالامس، خلينا نقول لك المعلومه دي، نادي الزمالك تواصل بالامس، المعلومه دي وصلني منذ نص ساعه، تواصل بالامس مع الكابتن طارق مصطفى وابلغوا بان احنا عايزينك تكون متواجد في الجهاز، عايزينك تكون متواجد على راس الجهاز الفني لنادي الزمالك. كابتن طارق مصطفى الراجل وافق بشكل كامل، ولكن مع شرط واحد،
مع شرط واحد، ان الراجل يتولى من بداية فترة التوقف الدولي. رقم 2، الراجل يكون معمول له عقد لنهاية الموسم، عقد كده محترم عشان الراجل يعرف ياخد راحته مع الفريق. ما يبقاش انا دلوقتي اديك كل طاقتي الفنية وبعد كده في نهاية الموسم تيجي تتخلى عني. ده شروط الراجل لتولي إدارة نادي الزمالك، لتولي الإدارة الفنية لنادي الزمالك. الراجل بيقول لهم عقد محترم لنهاية الموسم. رقم 2، يكون من بداية فترة الإعداد عشان أعرف خبايا الفريق. ده بالنسبة لشروط كابتن طارق مصطفى لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك. خلينا نتكلم معاك بالنسبة لي عقوبة على الونش. والكابتن عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي الزمالك أبلغ محمود حمدي الونش بتوقيع عقوبة مالية على الراجل نظرا لتلقيه كارت أحمر وطرد في آخر الدقائق، وتحديدا في الدقيقة 72 مع اشتراك مع اللاعب التونسي لاعب وادي دجلة المدافع سيف توقا. وده طبعا يعني لقطة عفوية جدا، أو لقطة تقدر تقول عليه غشيمة، مش عفوية، غشيمة بشكل كبير. انت فريقك متأخر 2-1، تيجي بعد كده تطرد لي وفريقك محتاجك، حتى لو محتاج اي باصة منك، محتاج اي كرة طويلة منك. فالكابتن طارق الكابتن عبد الناصر محمد اتخذ القرار المناسب بتوقيع عقوبة مالية على الونش. كمان خلينا نتكلم معاك في واقعة تاريخية في الزمالك. احد سيدتين بعد ما اتفرج على مباراة الزمالك، سيدة من السيدتين دول معها طفل صغير، الطفل الصغير وقعت منه اللعبة على الارض، فراح الطفل التاني اللي هو بتاع السيدة التانية دي يمسك اللعبة منه، فحصلت مشادة يدوية ما بين السيدتين. ويعني تقدر تقول ده موقف مضحك، موقف تاريخي، وحياة ربنا انت كده بتعيب في حق الزمالك. انت كده الناس الاعضاء عندك بتدفع لك فلوس سنوية، بتدفع لك اشتراكات سنوية، عضويات شهرية كمان، فانت لازم توفر لهم الحماية الكاملة، فانت كده بتعرض لهم للإساءة. فده طبعا امر غريب جدا جدا، محدش راح لحق الازمة او حجز بالمعنى البلدي كده، لا ده في يعني حتى ستات ما راحتش حجزت، لا ده الناس سابتهم تخلص العركة وبعد كده فضها احد اعضاء مجلس الادارة. شكرا لكم في النهاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.